خبر سيء جدا لمستخدمين انستجرام، حصلت كمية اختراقات وسرقة لحسابات كبيرة وكمان موثقة، وكل ده بسبب الذكاء الاصطناعي. الحكاية وما فيها ان الهاكر او المخترق من دول بيروح يغير مكانه عن طريق الفي بي ان على حسب مكان وبلد الضحية المستهدفة، ومن خلال اسم المستخدم بيعمل نفسه صاحب الحساب ويروح لمكان نسيت كلمة السر. وكل الحكاية بتحصل عن طريق ميتا اي اي. لما بيطلب المساعدة منه بيقول له ان هو ما بقاش يقدر يوصل لوسائل الاسترجاع دي، وبيبعت له ايميل وهمي او رقم موبايل وهمي عشان يبعت له عليه رمز التأكيد. ومن هنا الذكاء الاصطناعي فعلا بيعمل كده وبدون اي مراجعة او تدخل بشري، وفعلا في حسابات كبيرة وكتيرة جدا وكمان موثقة اتسرقت بالطريقة دي. على حسب الكلام المتداول الثغرة دي شغالة بقالها ساعات طويلة جدا، وعلى حسب كلام ميتا انهم وقفوا الثغرة دي وقفلوها خلاص وما بقاش فيه اي مشكلة، ولكن مع ذلك ما انصحكش ان انت تطمن وتعتمد عليهم، لان وانا بشوف الاخبار كده شفت فيديو لواحد تخطى ميزة التحقق عن طريق فيديو السيلفي من خلال الذكاء الاصطناعي، عمل فيديو لنفسه بوش حد تاني وتخطى عادي الحماية ودخل الحساب. على اي حال بنصحك دايما ان انت تفعل حماية اضافية على حسابك وتكون متابع اول باول. يعني مثلا ما تعتمدش بس ان هو يوصلك رسالة على الرقم اللي انت ربطت بيه الحساب، دايما حط بريد الكتروني قوي، فعل المصادقة الثنائية، وخليك دايما مفعل تنبيهات تسجيل الدخول. والاهم من كده ما تربطش حساباتك المهمة كلها ببريد الكتروني واحد، دايما خلي كل حساب لوحده عشان لو حاجة اخترقت ما توصلش للبقية. لو عاوزين شرح مفصل اكتر وبالصور ممكن اسيبه لكم في اول تعليق، وكمان على موقع mobiarab.com. امنوا نفسكم دايما ويا رب تفضلوا بألف خير.